بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيرهما، قال بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم العين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإلقاء يعني التهلكة بأيدينا هو هذا الانكباب على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وارتكاب ما حرم الله عز وجل بأدنى حيل. إذا المسلمون فعلوا ذلك سلط الله عليهم ظلا، وها هو الظل بجنابكم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ففي هذا الحديث إشارة إلى أمرين هامين جدا في فهم الأمر الأول، أن من أسباب انحراف المسلمين هو من أسباب ضعف المسلمين وظلهم هو انحرافهم في فهمهم لبعض أحكام شريعتهم والأمور كالربا وشيء. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى، حذو القبضة بالقبضة، كما قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. فكل يعني المسلمين اليوم يشكون ولا شك هذا الظل والهوان الذي أصابهم في عقر دارهم باحتلاله من أذل الناس سابقا. كل المسلمين يشكون هذا، ولكن هؤلاء المسلمون مع الأسف الشديد لا يزالون يختلفون ويفتربون أشد الافتراء في الطريق الذي يجب عليهم أن يسلكوه ليرفعوا هذا الظل الذي نزل في عقر دارهم، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث كما اعتقد يضع لنا الخطة لمعالجة هذا الأمر النازل بنا من الظل، فهو يقول لنا: لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب في الطرف الأول من حديث مثلا لبعض الأنواع من المعاملة الربوية، وكل منهما سبب في أن يضل المسلمون ثم كل من المثلين ليس قد ذكر في الحديث على سبيل التحديد، وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كل منهما على سبيل التمثيل. فبيع العين ضرب به مثلا لأنواع من حيل التي يرتكبها المسلمون، وإن تبقى عليه مثل قوله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا الذي سيستحل بيع العين يتعامل بالربا وهو يظن أن لا شيء عليه، يقبض 800 ويدفع 1000، وهذا حلال بطريق السيارة ووسيط السيارة. هذا ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التمثيل لأنواع الحيل لا على سبيل التحديد. كذلك ذكر الأخذ بأذناب البقر وضرب في الأرض للالتهاء بذلك عن الجهاد في سبيل الله لأمثلة أخرى من الأحكام التي لا يزال المسلمون الحمد لله على علم بها ولم ينحرفوا في فهمها، كما وقع في بيع العينة ونحو ذلك. ولكن هذا الذي لم ينحرفوا فيه فهما كما هو الشأن في بيع العينة انحرفوا فيه عملا، فهم يعلمون أن الجهاد الواجب ويعلمون أن الانكباب على الدنيا بحيث أنه يضيع الواجبات الأخرى التي فرضها الله على الأمة. يعلمون
أنه هذا لا يجوز، ومع ذلك فهم يعرضون عما يعلمون. فالرسول عليه السلام ذكر بيع العينة مثالا لأمثلة عديدة من الانحراف عن فهم الشريعة بطريق الحيلة، وذكر الانشغال بالزرع والضرع كمثال الأمثلة الأخرى التي يعرفها المسلمون ثم يخالفونها. وهذا ما أردت أن أقوله. إذا أردنا نحن أن رب سبحانه يرفع علينا الظل، أول حاجة نبعد عن الأمور اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.